ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل اكله بتجمع ما بين البروتين والنشويات والخضروات وكل حاجه كده في الاكله الجميله دي. امهاتنا زمان كانت بتعملها لنا. بتبقى موفره وطعمها حلو جدا وريحتها بتقلب البيت كله. وكمان هقول لكم على تركايه كده واحنا شغالين في الفيديو. ان ازاي ما تلزقش في الصينيه، وزي ما شفتوا كده في اول الفيديو الصينيه طالعه نظيفه جدا ما فيهاش اي حاجه لازقه. بتركايه صغيره خالص هقول لكم عليها واحنا شغالين. اول حاجه هنا احنا معانا 4 بصلات كبار بالشكل ده كده. اي نوع بصل، ابيض احمر اي بصل، انا بوريها لكم بس في حجم ايديا قد ايه. تمام كده. طبعا دي صينيه مقاس 24 اللي انا هعملها، صينيه مقاس 24. لو حابين بقى اكتر هتزودوا الصينيه اللي فوقيها على طول. هتزودوا بصلتين بس. تمام كده. وبعد كده يا ستي هنقطع البصل بالطريقه دي. ما ينفعش يتقطع في الكبه خالص، لازم نقطعه كده على ايدينا. هنحطه بقى في الصينية اللي انتوا شايفينها كده. انا طبعا هحمر البصل في نفس الصينية اللي انا هعمل فيها العج. طبعا كلنا عرفنا ايه الاكلة اللي احنا بنعملها. حلو كده. هنزل هنا بقى بحوالي ربع كوباية من الزيت او شو زيادة شوية صغيرين خالص. هنحطهم كده وهننزل عليهم برشة من الملح. وهنحطها على النار. انا مش عايزه البصل يتحمر خالص او يحمر زي بصل الرز كده الصياديه، لا. انا عايزه يا دوبك البصل يدبل خالص وفي نفس الوقت يكون ايه، محمر حاجه بسيطه. هجيب بقى هنا بوله. طبعا انا حاطه البصل على النار ياخد التشويحه بتاعته، هجهز بقى ايه الخلطه بتاعته. نزلت هنا بمجين من الميه. الخلطه اللي انا بعملها دي يا جماعه نفس خلطه القرنبيط بالظبط، بس القرنبيط بنزود عليه شويه توم. حطينا هنا معلقه ونص من الملح في على المجين الميه. وهنزل بمعلقه الا ربع فلفل اسود. انا كنت مليها هرميه قوي، نقصت شويه. طبعا فلفل اسود طبعا لازم عشان بيدي طعم حلو قوي، وكمان عشان في بيض. وهنزل بحوالي برضو نص معلقه او معلقه كمون. خلينا في نص معلقه برضو، نص معلقه مليانه كده كمون عشان بس يبقى قدرنا مظبوطه. هنقلب بقى الخلطه دي كده مع بعضها كويس جدا، وهدوب الملح. وبعد كده بقى انزل بالدقيق. بصوا يا جماعه الدقيق هنا هنزل كده بيه حبة وحبة حبة كده. قد ايه؟ مش هنحط دقيق كتير، احنا هنحط حوالي كوباية دقيق. تمام. هنقلب الخلطة كده، احنا مش عايزينها تقيلة زي عجينة القرنبيط. دي هتبقى خفيفة شوية عن عجينة القرنبيط. المضرب فك منه سلك مش مشكلة، هنكمل برضه عادي. هنقلب بقى كويس جدا لغاية لما نخليها زي عجينة خفيفة كده. وبعد كده بقى ايه، هنظبط القوام بالشكل ده كده. انا هوريكم دلوقتي القوام عامل ازاي. القوام خفيف مش زي عجينة القرنبيط، هي نفس مكونات عجينة القرنبيط بس خفيفة شوية. هنحط بقى ايه 6 بيضات. هنحط 6 بيضات من البيض الكبير، لو بيض بلدي هتحطي 10 عشان تبقى هشة كده ومنفوخة معاكي وهتبقى تحفة. لو الصينية أكبر بقى هتزودي البيض على حسب ما انتي عايزة. بس كده الطريقة دي مظبوطة جدا معايا. هقلب البيض كويس جدا، هخليه بقى يختفي، مبقاش فيه صفار كده سليم ولا حاجة. وهقلب بقى زي ما انتوا شايفين كده البصلة، نشوف بقى عملت ايه. ابتدت تدبل اهي ولونها بيتغير. وهاجي بقى على هنا شوية كزبرة على شوية شبت على شوية بقدونس، خضرة زي خضرة المحشي كده. هناخد كده ايه من كل حزمة كده نصها. هقطعهم بقى رفيع جدا على قد ما اقدر. وبعد كده هضيفها على الخليط اللي انا مجهزاه ده. طبعا انا حاطه البصل على النار في نفس الوقت بجهز في الخلطة بتاعتي عشان ما اخدش وقت. حطيت كده الخضرة، شايفين طبعا يا جماعة البيض والدقيق. الدقيق نشويات والبيض بروتينات، وادي الخضار. أكلة كاملة متكاملة من كله ومغذية كمان. هنا بقى هنشوف البصلة حلوة كده، ابتدت القعر الصينية تبقى في حاجات كده متحمرة كده، وفي بعض من البصل كده تحس ان هو لونه خد لون كده. في الوقت ده خلاص كده هنحط بقى البصل على الخليط اللي احنا مجهزينه. وتعالي بقى عشان اقولك على التركاية اللي هتخلي الخلطة دي ما تلزقش في الصينية وتطلعي الخرطة بخرطتها كده اكنك بتطلعي كيكة، والصينية تبقى نظيفة من تحت وزي الفل. هقولك يا ستي على التركاية الصغيرة خالص. دلوقتي طبعا انا مولعة الفرن يسخن. لازم تخلي الفرن يسخن لازم.
اكنك بتسوي كيكه بالظبط، بس على نار عاليه. هقلب بقى الخليط بسرعه كده عشان ما فيش بقى حته بيض تستوي مني كده ولا كده، يبقى كله ايه واحد. قلبته كده بسرعه بالشكل ده كده اهوت. شايفين الخليط عامل ازاي، القوام بتاعه عامل ازاي. التركية بقى ان انا هحط الصينيه على النار تسخن قوي، زي ما انتم شايفين كده اهي لسه محمره فيها البصل. الصينيه على النار هتسخن قوي، واروح نازله بيها بالخليط في الصينيه بالشكل ده كده، وبعد كده هحطها في الفرن هتستوي. وبعد ما قربت تستوي كده اشغل مروحه، لو عندي مروحه في الفرن، هتحمر وش الصينيه كده بالشكل ده كده، وهختبر اكني بختبر كيكه برضو. هجيب سكينه كده احطها في النص، طلعت ناشفه خلاص كده استوت، طلعت بقى فيها اي حاجه يبقى لسه فيها عجين من جوه. هي كده استوت بقت زي الفل معايا، شايفين اهي. ابتدي بقى ان انا اغطيها شويه قبل ما اقطع يا جماعه، اغطي الصينيه شويه قبل ما تقطعي عشان تبقى تفك من الصينيه من فوق ومن تحت ومن الاجناب ومن كل حته. هي دي برضو كمان تركايه مع تسخين الصينيه، دي كمان تركايه تانية هتخلي الحاجه اللي انت عاملاها تفك من الصينيه، مبقاش في حاجه لازقه خالص في الاجناب ولا من تحت. هغطيها حوالي 10 دقايق، وبعد كده هقطع منها وهتبقى بالشكل العسل ده كده، مفيش حاجه لازقه في الصينيه ولا في ولا في الجناب ولا اي حاجه. ما تنسيش بقى تعملي لي لايك للفيديو واشتراك للقناه وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. العجة دي أكلة مصرية قديمة، أمهاتنا لغاية دلوقتي بيحبوها وبيعملوها لنا، مغذية والبصل فيها مغذي جدا. مش قادرة أقول لكم بقى على جمالها وطعمها وريحتها، وموفرة وفيها كل القيم الغذائية. بجد تحفة جدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.